صباح من يسوع يغير وينقي ويقدس ويحرر ويفك ويطلق إطلاقات جديدة مليانة بركات لحياتك وحياتك أختي العزيزة. يمكن في وقت قلت كلمة صعبة، قلتها لما حسيت بضيق، حسيت إن الأمور صعبة عليك، وهي دي يا رب خدني مثلا. اتقالت بطرق مختلفة في الكتاب المقدس مع أشخاص مختلفين بحالات مختلفة. أول واحد قالها موسى، قال كده: اقتلني قتلا. وموسى قالها لأنه ما كانش مستحمل الناس اللي حواليه، تعبوه قوي، اتذمروا عليه، وكل شوية كانوا بحال تعبوه جدا جدا جدا. يمكن في ناس تعبتك الوقت اللي فات وهم مسؤولين منك ومش عارف تعمل لهم ايه، فقلت الكلمة دي. حسيت انك قليل الحيلة، حسيت انك عملت كل حاجة ومش عارف تعمل حاجة تاني. في واحد تاني اللي هو يونان، ويونان قالها لانه مش فاهم ربنا. قال كده ان الناس دي ما تستاهلش، ما تستحقش، مش قادر يفهم ان ربنا كلي الحب والحنان، بيغفر ويقدس ويطهر، وهو إله الفرصة التانية. يمكن حسيت إن في ناس ما تستاهلش، في ناس تستحق العقاب، لكن الرب بيحبهم والرب بيديهم فرصة تاني. لكن الغريب كمان إن في الشخصية التالتة وهي سليمان. ده الاسم اللي سماه أبوه ليه، لكن الرب سماه يديدية، يعني المحبوب من الرب، لكن هو سمى نفسه الجامعة. والحاجة الغريبة إن سليمان تزوج في حدود 1000 واحدة. قال إني مفيش حاجة شفتها بعناية وما أخدتهاش. واحد ما عندوش أي مشاكل، عنده كل حاجة، ما عندوش احتياج في أي شيء، لكن قال كلمة صعبة قوي، قال: كرهت الحياة. انت عارف ان اكبر نسبة انتحار في العالم هي في سويسرا، وده اكبر اقتصاد في العالم. ما عندهمش احتياجات، في فراغ رهيب جدا. عشان كده استعجبت قوي للكلمة اللي قالها سليمان: كرهت الحياة، لانه مش شبعان من حاجة. لكن في شخصية كان عندها شوية أوهام وخوف من شخصية تاني هددتها بكلمات صعبة قوي، وده إيليا النبي الناري اللي وقف وتحدى بكل قوة وبكل مجاهرة كل قوة العدو المتمثلة في إيزابل والمتمثلة في كل أنبياء البعل والسواري، وقتلهم جميعا بكل قوة. لكن في وقت خاف من كلام كذب قالته إيزابل ليه: إنه غدا في مثل هذا الوقت تفعل بك هذه الآلهة كما فعلت بأنبياء البعل. هذه الآلهة اللي ما فيهاش قوة ولا فيها حياة. بعض الأوهام اللي دخلت جوه إيليا فحس بالوحدة وقال: بقيت أنا وحدي، خذ نفسي، لست خيرا من أبائي. عايز أقول لك النهاردة وبصلي لكل واحد جواه الكلمة دي، يمكن مش قادر يطلعها بالأحرف، لكن بيقولها بأعماقه، بيقولها بأحاسيسه. صدقني أقدر أقول لسليمان: أنت غلطان، لأن في شبع تاني، النفس الشبعانة تدوس العسل. مش هو ده الشبع ولا هي دي الحياة. الحياة في رب الحياة. أقدر أقول لموسى: أنت غلطان، مش أنت اللي شايل الشيلة، لكن ده الرب شايلك وشايل الشيلة كمان. أقدر أقول ليونان: أنت غلطان، لأني الله معاملاته غير معاملاتك. هو حبك وغفر ليك، ستر عيوبك، نقلك من الموت للحياة. عشان كده يعمل كده مع كل أهل نينوى مهما زاد شرهم أو كثرت خطاياهم. يا إيليا أنت غلطان،
انت مش لوحدك، ودي كلها أوهام. ما تخافش، لا يؤذيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. هللويا. عايز أقول لكل واحد النهاردة، يمكن عديت بموقف صعب، عديت بأحاسيس صعبة، طلعت كلمات من جواك أصعب وأصعب. الرب النهاردة بيقول لك صحح كل كلامك. قول كده: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الله. ليحيا رأوبين ولا يمت. تثري فيا قوة حياة، حياة الله تعمل في أعماقي. هللويا. الرب يبارككم.